السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم من جديد. معكم ياسمين من قناة لمسات سمسومة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم أكلة الخضار الاقتصادية السهلة والسريعة. تقدروا تحضروها فقط بالخضار المتبقية من آخر الأسبوع. أكلة كتجي لذيذة بزاف وهائلة في المذاق، ان شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. وباش ما نطولش عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندي هنا حبة من الجزر، حبة بطاطس، حبة من الكوسة أي القرعة الخضراء، بصلة كبيرة، 3 بيضات. هنا عندي 2 ولكن كانوا صغار لذلك زدت وحدة في الآخر. جبن أي نوع متوفر كان عندكم. بالنسبة للتوابل عندي هنايا ملح، ملعقة صغيرة من بابريكا، وملعقة صغيرة من زريعة القزبر المطحونة، ونصف ملعقة صغيرة من الأوريجانو، وبالإضافة إلى ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. هنا في البدايه بعد ما كنقشر جميع الخضر اللي عندي وكنغسلهم كنجيب حكاكه وكنحك جميع هاد الخضر اللي عندي من الجهه الغليظه وكنعملهم في اناء. بالنسبه للبصل فكنشلضو في الطحانه وكنضيفو حتى هو عليهم وكنغطي الاناء وكنخلي الخضر ترتاح لمده 15 دقيقه تخرج الماء اللي فيها. هنا رجعت لكم بعد 15 دقيقه، جبت صفايه وكنسكب فيها الخضر وكنبقى نضغط بملعقه خشبيه باش كنيبسوهم من الماء ديالهم. هنا كنعمل الخضر ديالي في هذا الاناء بعد ما كنقطرهم مزيان من الماء وكنضيف عليهم 3 بيضات اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ. كنضيف ايضا جميع التوابل اللي ذكرت لكم في البدايه. هنا يمكن تنقصوا او تزيدوا اي توابل بغيتوها على حسب الذوق ديالكم. بعد ذلك كنضيف الجبن. انا هنا استخدمت بلوك لافاج كيري، حكيته وانتم يمكن تستعملوا اي نوع بغيتو او متوفر عندكم كجبن الموتزاريلا او حتى الجبن المثلثات. ثم كنحركوا هاد المكونات مزيان مع بعضهم حتى كيتجانسوا مزيان. وفي هذا الاثناء كنكون شعلت الفرن يسخن على درجه حراره 200 مشعول من الاسفل ومن الاعلى. هنا جبت هاد الصحن الزجاجي ديال الفرن اللي كان سبق لي دهنته بالزبده ورشيته بالقليل من الدقيق. كنسكب فيه الخليط ديال الخضر بعد ما كنحركهم. بعد ذلك كندخل الصحن الفرن ساخن حتى كطيب الاكله وكتحمر. وبحال اللي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الاكله ديالنا اللي كتجي هائله جدا في المذاق. كونوا اكيدين انكم اذا جربتوها ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. وما تنسوش اذا عجبكم هذا الفيديو تشاركوه مع الاصدقاء والاقارب كي تعم الفائده. وايضا اذا كنتوا جداد في القناه فكيفرحني انكم تدعموني وتشاركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بطبيعه الحال اذا عجبكم المحتوى ديال القناه. وهنا كنكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن. الى اللقاء.